السلام عليكم، ازيكم، اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا دايما في احسن صحة وفي افضل حال. طبعا الشتاء معروف بقى بمخبوزاته الحلوة اللي احنا بنعملها طول الشتاء، والحلويات اللي بتدفي والمشروبات. عملنا مع بعض كام صنف حلوين قوي من اول ما الشتاء بدأ. وطبعا اساسي اساسي عندنا طبعا في دمياط ان احنا نعمل اللقمة الصفراء او القرصة الصفراء، او انتوا زي ما انتوا بتسموها البسكوتة الصفراء او محوجة. هي لها اسماء كتيرة قوي قوي، بس بصراحة اختلفت الاسماء والطعم واحد، والروعة والجمال. الطريقة النهاردة هتعجبكم جدا جدا، لان ما شغلتش دماغي ولا افتكست فيها زي المرة اللي فاتت، وسمعت كلام العطار وعملت اللي قال لي عليه بالظبط. بس بصراحة النتيجة كانت مبهرة، وانتوا هتشوفوا بعينيكم. اخدت الحاجات اللي قال لي عليها بالظبط، وهسمع كلامه وهقول لكم هو قال لي ايه. وتعالوا شوفوا العطار نصحني بايه واداني مكون سحري هضيفه عليها. قال لي هيخليها لك في حتة تانية خالص، وبالفعل بجد بدعيله على الوصفة الحلوة اللي قالها لي. اول حاجة اداني الكيس دوت، هو عبارة عن محوجة كده مطحونة، بيبقى لونها زي ما انتم شايفينه غامق كده شبه الكمون المطحون. واداني كمان ب20 جنيه كده سمسم احمر محمص. لازم يكون نظيف ومتأكدين منه. طبعا العطار ده محترم جدا عندنا، وانا بتعامل معاه طول عمري وحاجته كويس. كمان اداني ب5 جنيه كده حبة بركة. واداني بقى المكون السحري ده، اللي هي معلقة كده من مغات المطحون. انتوا متخيلين؟ اول مره في حياتي اصلا اشوف المغات المطحون ده. ما يعني اسمع عن المغات، بس اول مره اشوف ان هو اعرف ان هو نبات اصلا اسمه مغات وبيطحن بيبقى الشكل ده. واداني كيس بيكنج باودر، قال لي ده كل اللي تحتاجيه على ال2 كيلو، واسمعي كلامي وهتدعي لي. كمان قلت له طيب معاك للاخر قول لي ايه تاني. قال لي خد الدقيق بتاعك، جاب لي الاكياس ديت. ده دقيق جديد كده اول مره استخدمه بصراحه، اسمه عمرو او EMR. هو شكله كده يعني، هو بنفس ثمن الدقيق السايب، بس هو قال لي ده دقيق متعدد الاستخدام. الكيس فيه ب20 جنيه. واداني كيس سكر ب27 جنيه، متخيلين؟ بجد اتحسد يعني. هو ده اللي شجعني ان انا اعمل، كنت هعمل كيلو بس هو اقنعني ان انا اخليهم 2 كيلو. واداني ازازة زيت، طبعا اي ماركة بقى كويسة، كريستال او اي حاجة نظيفة، ما يكونش زيت بس باكم او حاجة. الكاميرا عملتها فيا، وقولوا لي اعمل ايه عشان اعرف ان الكاميرا وقفت تصوير وانا شغاله. انا هنا جبت حله ستانلس، كنت بقول لكم انه ما ينفعش نجيب طبق بلاستيك ونحط فيه، حطيت فيها بس الدقيق، وحطيت فيها المحوجه، وحطيت رشه خفيفه كده من الملح. وكمان حطيت الكيس البيكنج باودر. بعد لكم تاني الكلام لان اكتشفت ان الكاميرا كانت فصلت معايا. انا حطيت الدقيق، حطيت الكيس بيكنج باودر، حطيت المحوجة، وحطيت آم، الرشة من الملح، وحطيت المغات اللي هو كان العطار عطيهولي كيس المغات. يعني كل المواد الجافة اللي كانت في الكيس ضفتها فوق الدقيق مع رشة من الملح. ما عادش عندي في الكيس غير السمسم وحبة البركة. يبقى كل الحاجات اللي كانت في الكيس هنحطها فوق الدقيق، وهنقلب كويس جدا مع رشة خفيفة خالص من الملح، يعني ذرة ملح. والكيس السكر ب27 جنيه كان صعبان عليا وقلت اوفره، بس يعني ايه، اهو كله بقى كله هيتاكل. بصراحة المحوجة دي في الشتاء من اكتر واجمل الحاجات اللي بتدفي، حاجات صحية جدا يعني، هي بجد حاجة صحية جدا. هنضيف قد ايه على ال2 كيلو؟ بالميزان كده هشيل من الكيلو ربع كيلو، يعني انا هضيف 700 جرام 750 جرام كده يعني. هفضل اصب من الكيس واوزن لحد ما يبقى معايا 250 200 300، من 200 ل 300 حسب ما تحب سكرها ايه. بس انت تحط لها 700 جرام او من 700 ل 750 جرام، هتبقى مظبوطه معاكي جدا يعني. ضفت السكر، وده سكر ناعم زي ما انتم شايفين كده ابيض حبيبات. لو انت عندك بقى سكر تموين او ما عندكيش السكر اللي هو الناعم ده، هتطحني السكر في الخلاط. تمام. ما ينفعش تحط عليها سكر خشن، هيحبب معاكي وتبقى مقرمشه قوي، ومش هتبقى لطيفه. السمسم خليته في الاخر خالص وحطيته على الوش. بعد ما قلبت كل حاجه في بعضها، شايفين ما قلت لكم ما عادش عندي حاجه غير شويه حبه البركه. كل حاجه اتحطت في الدقيق والسمسم بس اتضاف على الوش، وهتعرفوا ليه دلوقتي. هبدأ دلوقتي بقى اجهز مقدار السمنه بتاعتي. حطيت الكسرولة اللي انا هسخن فيها السمنه او الزيت. وانا المره اللي فاتت لما عملتها معاكم كنت حاطه نص الكميه زيت ونصها سمنه.
تمام. هو المرة دي قال لي: "لأ زوّدي، خلّيها عشان تبقى مقرمشة معاكِ أكتر وطعمها أحلى، ضيفي إزازة الزيت كلّها." الإزازة دي المفروض يعني 800 مِلِّي، هو قال لي: "هتحطّي إزازة الزيت وحطّي عليها معلقتين كبار سمنة بلدي كده يدّوا لها طعم حلو." ال800 مِلِّي طلعوا على الميزان 730 جرام. أول مرّة أعرف إن المِلِّي غير الجرام يعني، معلش كنت أدبي. ف فباوزن كده لقيت الدنيا عندي اختلفت، فبدأت جِبت برطمان السمنة البلدي وعوضي على الله بقى، وبدأت أضيف سمنة أكمّل كيلو. هي زي الكحك يا جماعة، الكيلو دقيق بياخد نُص كيلو سمنة، فدُولة 2 كيلو دي هياخدوا معايا كيلو من السمن، وهنا هيبقى سمنة على زيت، حطيت ال3/4 زيت والربع سمنة، رفعته على النار لمّا قدح، يعني سِخن جامد معايا، ونزلت بيه بقى على السمسم بالدقيق. شايفين بقى الفكرة إن أنا أسيب السمسم على الوش، إن لمّا تنزل عليه السمنة سخنة تحمّص معايا السمسم، هو أصلًا حامص وتمام، بس بقى الحركة دي بتخلّي ريحة السمسم في حتّة تانية، وبتخلّي معايا الدقيق يتحمّص، وريحة بقى التحويجة مع إضافة المُغات دي بصراحة إضافة بجد، بجد يُشكر عليها العطّار ده، بجد هو راجل أمين، وبصراحة نصايحه جات في الجون يعني زي ما بنقول. يعني الواحد بيحب يتعلّم من غيره، يعني مش هاكتفي إن أنا أقول له لأ أنا باعرف أعمل، أنا مش هاعمل غير طريقتي، لأ بجد فعلًا لازم تسمعيه وتجرّبي وتشوفي الناس بتقول لِك إيه وتعمليه. بمعلقة خشب، طبعًا السمنة سخنة، فلازم نقلّب الأول بمعلقة خشب لحد ما ندمج كل الخلطة بتاعتنا في بعضها، والدقيق تختفي تمامًا في الزيت أو في المادة الدهنية اللي إحنا حاطينها، ويبقى كلّها لونها بالشكل التحفة ده، لونها رهيب وريحتها ولا أروع من كده، بجد الريحة كانت تجنن. فضلت أقلّب بالمعلقة شوية، طبعًا الجو برد، مجرد ما قلّبتها بالمعلقة شوية كده بتاع 5 دقايق، 10 دقايق، خلاص قدرت أمسكها في إيديّا، وبدأت بقى أبِث فيها كأننا بنبِث في كحك بالضبط يا جماعة. بالشكل ده كده هتنعم بقى في إيديكِ، كل ما هتبِثي فيها شايفين هي هايشة كده قدّامي إزاي. قعدت أبِث فيها لمّا اتجمّعت معايا، طبعًا أنا فصلت عشان ما أطوّلش عليكم. ناس كتيرة باقول لهم أنا رغاية في فيديوهاتي، يقولوا لي: "لأ بالعكس، بدل ما تتكلّمي في الوصفة يبقى كلام مفيد ما يعتبرش رغي." الرغي ده لمّا تقعدي تلُكّي في أي كلام ما لوش لازمة، بس بصراحة باحس إن أنا برضه رغاية، فقولوا لي أنا رغاية والّا لأ؟ المهم أنا بسّيتها لمّا نُعمت في إيدي خالص وجمّعت معايا، شايفين جمّعت إزاي وحجمها قَل، تحسّي إن هي قَلِّت كده، بس ما شاء الله والله كُلّها بركة. لو بقى لسه بتشوفوني لحد دلوقتي، هُم يعني أنا من ضمن الحاجات اللي مخلّية قناتي مش بتتشاف وفيديوهاتي كده مركونة على الرف، إن أنا ما باقولش يا جماعة اشتركوا في القناة، واللي لسه متابعني لحد هنا يحط لايك ويعمل شير ويعمل شير للفيديو، عشان بالله عليكم القناة دي بجد أنا تعبانة عليها أوي، ونفسي بجد، بجد ربنا يكرمني منها، ونفسي حد يعرفني أو يشوف القناة بجد. أولًا هيستفاد إن شاء الله، ثانيًا يعني يدّيني دَفعة أمل يعني إن شاء الله لسه يعني لسه في حد بيحب يشوف حاجة كويسة. أرجع لكم بقى في الكلام عشان أنا كده فعلًا بارغي. بدأت بقى أفرد، جِبت الصواني بتاعتي بدون إضافة أي حاجة خالص، طبعًا عندي العجينة كلّها سمنة وزيت، فمش هنحط أي حاجة في الصينية. جيبي بقى أي حجم صواني عندِك، هتعمليه إزاي؟ هتفرفطي العجينة، طبعًا العجينة كانت اتلمِّت معانا، هنفرفط العجينة عشان نعرف نفردها صح، وبإيدِك كده تمشي على العجينة تتأكدي إن كلّها بقت في اتجاه أو في سكة واحدة، يعني ما فيش حتّة عالية وحتّة واطية أو كده يعني. رشة حبّة البركة، زمان بقى أيام الغِنى بقى وأيام الجنيه بقى ما كان له كرامة، كان الواحد بينزل بقى يجيب له مثلًا ب50 جنيه مكسرات، بس كانت بتجيب مكسرات، يعني ال50 جنيه زمان كانت تجيب لها مكسرات. السنة دي ما آخرها سوداني يعني. فقُلت بلاها، هي كده، كده متكلفة ما شاء الله، يعني كفاية تمن إزازة الزيت لوحده الله أكبر يعني. ففي ناس بتحب ترُش على الوش مكسرات. لو أنتِ بقى ربنا كرمِك كده وعندِك شوية مكسرات، كسّريهم وحطّيهم مع حبّة البركة على الوش، ولكن هي كده والله حبّة البركة والسمسم مخلّيينها تحفة. أنا ما باكتّرش حبّة البركة، باحسّها بتمرّر كده سيكة لو أنتِ بتقطمي أو أنتِ مكتّرة منها، فبادّي لها رشّة خفيفة خالص على الوش زي ما أنتم شايفين.
بعد ما بابططها كده شايفين بعقلة صبعي الصغنن واشوفها نُص عقلة، أنا باحبها كده رقيقة. في ناس بتعملها تخينة، وفي ناس كمان بيحطّوا عليها عسل أسود، يعني السكر ده بيحشوا منه شوية وبيضيفوا عليها عسل أسود، دي بتاعة المخابز. أهم حاجة التبطيطة بتاعتها، تبططي كويس وتكبسي كويس. شوفي هنا الخط ما طلعش معايا مضبوط ولا أي حاجة، هالمّه تاني وبعد كده أقطّع بقى بالسكينة وهي لسه طرية بالشكل ده. قطّعي بقى بحسب الحجم اللي أنتِ عايزاه. بُصّوا إحنا بنقول عليها هنا لقمة صفرا، عشان من اسمها كده يعني لقمة، يعني على المَرّة كده، فأنا باعملها على قد قطمة، قطمتين، لإن هي بتفرُط، يعني معروف إن هي إيه، هتقطمي قطمة هتلاقي الباقي فرَط معاكِ، ما فيش فيها مَيّة، ما فيش فيها أي سوائل، فكلّها زي البسكوت كده مقرمشة، فباحب تبقى قطع صغنّنة. بالشكل ده، أهم حاجة ما تبقاش سميكة، ما باحبهاش سميكة، طبعًا كل دي أذواق. فردتها في الصواني بالشكل ده، ال2 كيلو بسم الله ما شاء الله تبارك الله، عملوا معايا كده حوالي 5 صواني، يعني الطقم اللي هو الصاجات أو اللي هو القارب اللي هو المستطيل ده ال3 أهُمّة، وكمان صينية مدوّرة كبيرة وصينية مدوّرة صغننة. الصغننة دي ما شاء الله اللهم بارك يعني كنا بندوق. كنا بندوق وهي طالعة من الفرن. فدُولة بقى ال4 الكبار. طبعًا بتستني عليها لمّا تبرد خالص معاكِ في الصينية، بتعيدي على الخطوط اللي أنتِ عملتيها بالسكينة تاني عشان تعرفي تطلّعيها، وبالراحة كده بحنيّة كده تطلّعيها بقى من الصواني وتعينيها بقى. ده خزين الشتا، يعني دُولة الكمية دي بسم الله ما شاء الله خزين الشتا، يعني ممكن تقعد معانا الشتا كلّه، إن هي قطعة واحدة منها بس كده كفاية مع كوباية الشاي. أنصحكم ما تكتروش طبعًا لإن كمية السمن والزيت اللي فيها هتبقى تقيلة جدًا عليكم، بس هي بصراحة لا تُقاوم. حلاوتها بقى شايفين طالعة من الفرن كأنها زي ما هي دخلت بالضبط، نفس اللون. شايفين هنا السمك، باوريكم السمك بتاعها، أنا باحبها كده، وعلشان أنا كابساها كويس ما وشها ما فرفطش معايا ولا أي حاجة. وشها كمان ناعم ودايب زي اللقمة البيضا أو زي الغريبة، ومن تحت كده مقرمشة. الفرن هنا بقى إيه، ما شغّلتش الشواية خالص، خالص، نُص ساعة على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، زي الكيكة بالضبط، بس ما تشغّليش الشواية أبدًا. أعرف إزاي إن هي استوت؟ مش هتعرفي أي حاجة، هي نُص ساعة الفرن بتاعِك سخن، هتدخّليها على 180 في رف أوسط زي ما قُلت، وبعد نُص ساعة بالضبط طلّعي الصينية، ما لكيش دعوة بيها خالص غير لمّا تهدى خالص، بعد كده قطّعيها هتلاقيها مستوية وزي الفل. أتمنى النهارده تكون الوصفة عجبتكم، وإن شاء الله هتجرّبوها. للي جرّبوا بتاعة المرّة اللي فاتت باقول لكم جرّبوا دي كمان، إن شاء الله هتعجبكم جدًا، وما افتكستش فيها أهوّة، وطالعة زي الفل. مستنية منكم دعوة حلوة، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.